ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب تكونوا مبسوطين في قناتنا وصفات على قد الايد، حاجات سهله وبسيطه. قبل ما نبدا الفيديو هنصلي على النبي عليه الصلاه والسلام. احنا هنعمل معاكم النهارده الاستريبس او البناه. الخلطه اللي انا هعملها دي تنفع للاستريبس، تنفع للبنات، تنفع لاي تتبيله انت عايزه تعملها بناه. خلطه سهله وبسيطه. انا عندي هنا الاستريبس اللي انا مقطعاه شرايح طاوله اهي. هحط لكم الفيديو بتاعه وانا كنت بقطعه. الصدر معاكم اهو. انا بقطع الحتت دي كده عشان الاستريبس بتاعي يبقى مظبوط معايا. هقطع دي كده الاول وبحطه في الطبق اللي عندي ده. الطبق اللي عندي ده بقى انا بعمل منه كفته، بعمل منه عصاج للبشاميل اللي تعملي منه كل حاجه. هقطع هنا صوابع كده بتبقى احسن من البناه بتبقى رقيقه. انت لما بتقطعها صوابع بالطريقه دي، الصوابع دي بتبقى فيها لحم كده وتخينه وحلوه. هقطع اهو زي ما انتم شايفين، هقطعهم كلهم وهوريكم الكميه بتاعتي عملت قد ايه. بس ملحوظه هنا عندي الصدر، من هنا عند الحته التخينه دي بروح جايه اسمها حتتين زي البناه كده اهي، عشان ما تبقى الصوابع كلها قد بعضها اهي. وحاجه اقطع من هنا برضه اهو. هوريكم الصبع بتاع الاستريبس اهو، بيبقى كله لحم. البناه بيبقى رفيع قوي، انا ما بحبش البناه، بحب اعمله كله صوابع كده اهي. هقطعها كلها وهوريكم الكميه بتاعتها بعد ما اقطعها، ونبقى نوريكم بقى واحنا بنعمل الخلطه بتاعتها. معايا كميه ستريبس حلوه اهي، احسن ما بتشتريها من بره. تبقى تجيبي الفرخه بتاعتك بتحشي منها الصدور، بتحشي منها الصدور بتاعتها دي، بتعملي كفته، بتعملي ستريبس، بتعملي بناه. الحاجات اللي طلعت معايا اهي ما شاء الله، برضو عملت كميه حلوه دي. ممكن تقطعيها تبقى شاورما، وممكن تقطعيها تعمليها معصجه. يعني ممكن انت تقطعيها شرايح رفيعه كده خالص اهي، وبتتعمل معاكي شاورما بتبقى جميله برضو. بتتبليها وتعمليها، بتعملي شاورما اهي، بتقطع بتعمل الشرايح رفيعه كده. هنبقى نعمل معاكم بقى الفيديوهات دي بتاعت الشاورما والحاجات دي اهي. دي انا كنت جايبه في 3 فراخ، وبعمل التفريزات بتاعت الفراخ، بحوش من كل فرخه صدر واحد علشان اعمل بقى الكميات بتاعت اللي انا بقول لكم عليها دي. نفس النظام اهو. والحاجات بقى الهرد اللي طالع ده انا بحوشه اهو. دي اللي كان في العظم بحوشه، اعمل منه الكفته، بعمل منه العصاج بفرمه، واعمل منه العصاج، واعمل منه الكفته، واعمل منه العصاج بتاع اللحم بتاع الفراخ اللي هو البشاميل اهو. انا هقطع بقى، هعمل الحاجات بتاعتي وهفرز الحاجات بتاعتي دي، واما نيجي نطلعها ونعملها هوريكم بقى واحنا بنعمل التتبيلات بتاعتها. كنت حطها في الفريزر وطلعته. اغسل ايدي علشان بس مكان ما امسك الفراخ. معايا هنا البهارات بتاعتي، معلقه ملح، معايا هنا ربع معلقه فلفل اسمر، رشه بسيطه حبهان على ورق لورا، رشه بسيطه بهارات، رشه بسيطه شطه عشان يبقى حر معايا. معانا هنا حبايه طماطم، ومعانا هنا بتاع بصلايه صغيره. هنا هجيب ربع كوبايه لبن. عندك زبادي حط زبادي، بس انا ما عنديش زبادي، فهعمل ايه؟ علشان انا ما عنديش زبادي، الزبادي بتطري لي الفراخ اللي انت بتعمليها اسكان بناء او اسكان استريبس. هحط على دي، هقول لكم اهو، دي معايا ربع كوبايه لبن، هحط عليه 3 معالق خل. ادا 1 2 3. الخل لما بتضيفيه على اللبن هتلاقيه قطع وبقى عامل زي اللبن الرايب. عندك زبادي حط زبادي، عندك لبن رايب حط لبن رايب. بدأ يقطع معايا اهو، شوفوا بدأ يقطع معايا ويعمل زي اللبن الرايب او زي الزبادي. احنا هنعمل ايه؟ هناخد كل الخلطة دي نضربها في قلب الخلاط. هنحط البهارات بتاعتنا اهي، نحط البهارات بتاعتنا كلها، وهنحط البصل والطماطم. الطماطم بتديلها طعم حلو، مش عاوزه تحطي طماطم ما تحطيش، حطي بصل بس. عاوزه تحطي توم حطي، بس انا ما بحبهاش بالتوم. في ناس بتحط بصل بودره وتوم بودره والحاجات البودره ده، عاوزه تحطيها حطيها. في الحاجات الطبيعيه يعني ما فيش احسن منها. اللي يخلينا نجيب نحط حاجات صناعيه وكلها ناشفه وجافه وماحناش عارفين معموله ازاي، يبقى احنا نعملها كده احسن. هضربها في الخلاط وهرجع لكم تاني عشان صوت الخلاط بس ما يزعجكوش. ضربت الخليط معايا في الخلاط اهو. فراخ بانيه، فراخ ستريبس، اي تتبيلات عاوزه تتبليها من على بيات. احنا بنعمل التتبيله دي من على بيات. مش عاوزه تعمليها من على بيات ومستعجله مثلا وجالك ظرف طارئ عاوزه تعمليها مستعجل،
بتعملي التتبيله دي على الاقل حاجه لازم تقعد ساعتين في التتبيله. الساعتين بيبقوا حلوين، ساعتين بتبقى كافيه. وهي فيها اصلا خل، الخل بيخلي الخل بيخلي اللحمه بتاعتنا تبقى طريه، وبيفتت الانسجه اما تيجي تسويها بقى او تيجي تقليها بتبقى جميل. احنا هنسيبها كده متبله بالمنظر بتاعها الجميل ده، وهنغطيها ونحطها في التلاجة على الاقل حاجه ساعتين، على الاقل ساعتين. انا هعملها، انا عاملاها الوقت من بالليل، هتبقى اعملها بقى، هجهزها بكره للغدا بكره ان شاء الله. هنعمل معاه بقى شويه رز بسمتي حلوين كده، وهنعمل بقى الستريبس بتاعنا ده او البناه زي ما تحبوا تسموه. هقول لكم على الخلطه اللي انا بحطها عليه، انت عاوزه تحطي الخلطات الجاهزه حطيها، بس انا بعمل خلطات عندي هنا في البيت. هنعملها معاكم بطريقه سهله وبطريقه بسيطه، وهتفرحي بها الاولاد اللي اللي ما بيحبوش الفراخ او ما بيحبوش اللحوم بمعنى اصح، هيحبوا الستريبس بتاعنا ده، هيفرحوا بيه وهيفرحوا بيه بشكله. هنرجع لكم بقى واحنا هنعمل الخلطه بتاعتنا التتبيله، واحنا بنعمل الرز البسمتي معاكم كمان. هنجيلكوا بقى التاني، رجعنا لكم تاني اهي بعد ما الفراخ اتبلت معانا ليله كامله في التلاجة، او على الاقل خالص 3 4 ساعات يعني، او ساعتين بالكتير، لازم عشان التتبيله كلها تدخل في بعضها كده وتدي لنا الطعم الحلو بتاع الفراخ. هنيجي نعمل بقى هنا، معانا هنا كوبايه دقيق، حسب الكميه اللي انت هتحتاجها. انا مش هقول لك الدقيق هياخد مثلا كوبايه او هياخد كوبايتين، احنا حسب الكميه اللي احنا هنعوزها في الفراخ بتاعتنا، ممكن تاخد اكتر ممكن تاخد اقل حسب كميه الفراخ اللي انت هتعمليها. ما بحكمكيش بحاجه، هي الفراخ بتاعتي مانيش عارفه هي تاخد معايا قد ايه، بس انا حطيت حاجه مبدئيه كوبايه دقيق. هحط عليهم قد ايه؟ ربع كوبايه معاكم اهو. هحط ربع كوبايه نشا، الدقيق هنا اهو، هحط معاكم ربع كوبايه نشا. النشا هيدي لها القرمشه وهيدي لها ما هيخليهاش تشرب معانا زيت. ربع كوبايه نشا اهي. هنحط ربع كوبايه نشا كمان على الدقيق بتاعنا اهو. معانا هنا كيس بيكنج باودر، هنفتحه ناخد منه معلقه صغيره عشان العجينه بتاعتنا اللي احنا هنغلف بها الفراخ بتاعتنا ما تبقاش حبه صغيرين كده هي على طرف المعلقه، عشان العجينه بتاعتنا لما نيجي نقليها ما تبقاش مكتومه معانا وتدينا، هتبقى هشه كده ومقرمش معانا. البهارات اللي معانا بقى انا عاوزاها حاره، فهحط هنا شطه، وحط هنا بهارات مشكله، فلفل اسمر، مكعب مرق عشان يطعم لي طعم العجينه من بره او القرمشه من بره بطعمها حلو، ومعلقه كركم. هحط الحاجات دي هنا وهلخبطها. انا ما حطيتش ملح، ليه؟ علشان المرقه بتاعتي حادقه، يعني المرقه بتاعتي بيبقى فيها ملح علشان ما يبقاش كله حادق في حادق، والعجينه بتاعتك تبقى ما هي تبقى حادقه من بره. ده الخليط بتاعنا الناشف اللي احنا هنعمله. هنعمل ايه معاكم تاني؟ هدوقها كده بس كده، لها كمان شويه ملح، حط لها كمان شويه ملح، حط لها كمان ربع معلقه ملح عشان تبقى العجينه بتاعتنا من بره طعمها حلو ومقرمش. اهو هنركن دي على جنب، هنجيب معانا طبق زي اللي انتوا شايفينه ده، هنحط فيه ميه ساقعه. طبق اهو هنحط فيه شويه ميه ساقعه اهو. هنعمل بقى، احنا كده جهزنا كل حاجه اهي، معانا كل حاجه، الخطوات بتاعتنا كلها جاهزه اهي معانا الميه ومعانا الدقيق ومعانا الفراخ بتاعتنا. هنجيب شوكه، هناخد من الفراخ بتاعتنا دي بالتتبيله اللي هي فيها اهي، هناخد واحده منها كده، ما تحاوليش يعني تنزلي التتبيله من عليها قوي، وهروح جايباها في الدقيق اهو. هجيب كام واحده كمان على قد على قد ما انت هتعملي 2 3، هنعمل 2 3 مع بعض كده. دي بقت حلوه بقت في اما يكون انت رايحه مصيف عايزه تعملي سندوتشات، اما يكون في خروجه عايزه تعملي سندوتشات، هتعملي منها السندوتشات تبقى جميله وتبقى معاكي في الفريزر بقى جاهزه كده على طول. هعمل هروح جايه بايديا كده وهقلب، كده اهو بايدي بس كده اهو. هتقعدي تقلبي فيها كده، شوفوا 3 4 مرات هتلاقيها عملت عليه كتل كده، كتل زي ما انتوا شايفينها كده.
هروح واخداها كده في الميه الساقعه بتاعتي عشان تعمل لنا قشره حلوه، وهروح منزلاها واروح مطلعاها في ساعتها اهو. كمان اهو اروح منزلاها في الميه كده واروح مطلعاها، واروح حطها تاني في الخلطه بتاعتي عشان تعمل لي القرمشه اللي انا بقول لكم عليها. احطها في الميه وانزلها عشان تعمل القرمشه اللي انا بقول لكم عليها اهي. ونفس الحركه برضو بايديا كده، هعمل برضو كده، هقلب بصوابع ايديا بس وادحرجها كده في قلب الدقيق اهو. كمان اهو هتروحي انت بقى تمسكها كده. شوفوا القرمشه والكتل اللي عليها دي اهي. هتروحي انت منضفاها نص التنفيضه كده اهي. ومعايا صينيه وهرصها جنب بعضها مش فوق بعضها كده اهو، جنب بعضها مش فوق بعضها، على ما اجي اقلي. انت عاوزه تحطها في الفريزر بتعمليها بالشكل ده وتفرديها، وبتحطي بين كل طبقه وطبقه كيس، هتفضل معاكي في الفريزر، هتطلعي براحتك تقلي في اي وقت. عاوزه تعملي سندوتشات للعشاء، عاوزه تعملي مثلا عامله مكرونه هتجهزيها وتطلعي تقلي مثلا 3 كل واحد حتتين على كيس مكرونه، بتبقى معاكي في الفريزر جميله ومنجزه وسريعه ومش هتاخد منك اي وقت. يعني ممكن تعملي مثلا يوم مخصص للتفريزات وللحاجات دي وتحطها في الفريزر، يوم هتتعبي فيه بقت الاسبوع هترتاحي. هعمل الكميه اللي عندي دي كلها بنفس الطريقه اللي انا قلت لكم عليها، وهرجع لكم بقى التاني وقت التسويه ووقت احنا بنعمل الرز بتاعنا البسمتي اللي احنا هنعمله عليه. عملت الكميه بتاعتي كلها اهي، وهروح حطاها في الفريزر تشمع شويه علشان اما اجي اقليها. اما اجي اقليها بقى هوري لكم احنا هنقليها ازاي، وهرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني، هنعمل معاكم الرز البسمتي. عاوزه تعمليه برز بسمتي اللي هو بيجي مع في المطاعم اللي بتقدم اللي هو مع الفراخ الاستريبس والحاجات دي، عاوزه تقدمي معاه رز بسمتي قدمي، ما عندكوش رز بسمتي اعملي رز مصر عادي، بس اعملي الخطوات اللي انا بعملها دي هيطلع معاكي طعمه جميل. احنا هنحط حله معانا على النار اهي، حله معانا على النار اهي، هنحط فيها كميه زيت حلوه. يعني الرز البسمتي بيحب الزيت عشان يبقى مفلفل معاك. معايا كميه زيت حلوه اهي، هحطها. معايا هنا البهارات بتاعتي ايه، معايا هنا بهارات الكبسه معلقتين كبار، معلقه صغيره كركم، مكعب مرق دجاج. ما انتش عاوزه تحطي مكعب المرق الدجاج ما تحطهوش، لو عندك شوربه ايدي بقى على الرز بتاعك حطي الشوربه ما تحطيش ميه، بس انا عشان ما عنديش شوربه فبحطيت مكعب مرق دجاج. الزيت بتاعي هيسخن، هروح نازله بالبهارات بتاعتي دي اخدها تشويحه. ليه بقى انا ما حطيتش بصل او حطيت طماطم مبشوره او الحاجات دي؟ الخلطه بتاعت الفراخ البانيه اللي انا كنت متبلاها من بالليل فضل منها حب، جربها والله ما هتندمي. هتحط الخلطه بتاعتك دي عليها، هي فيها البصل وفيها البهارات برضو وفيها انا حاطه فيها حبايه طماطم مبشوره وكل الكلام ده. هشوح بس البهارات بتاعتي لغايه ما الاقي الريحه بتاعتها طلعت حلوه كده، بروح نازله بالخلطه بتاعتي دي اخدها تشويحه الاول علشان هي كان فيها الفراخ نيه، فباخدها تشويحه كده في الاول اهو، تشويحه بسيطه، واروح نازله بالرز بتاعي. عندك رز مصري رز بسمتي اللي انت عاوزه تعملي به اعملي به، انا ما بقولكيش حطي رز بسمتي، احنا هنحط الرز البسمتي اللي عندنا كان عنده نص كيلو فحطيته. يعني هشوحه بقى شويه مع الخلطه دي. ما تخافيش الرز البسمتي لو عملتيه صح بيطلع معاكي حلو. يعني انا كده دلوقتي غسلته بس ما بنقعوش، انا الرز بتاعي ما بنقعوش الرز البسمتي. في ناس بتحب تنقعه، لو عاوزه تنقعيه بقى تقللوا له الميه، ما تبقاش الميه بتاعته كتير. انا هشوحه شويه كده، هيكون معايا ميه سخنه بتغلي واروح حطها عليه. ما تحطلوش ميه ساقعه، ما عندك شوربه حطي، يا سلام لو حطيتي شوربه عندك هيبقى طعمه جميل، بس انا عشان ما عنديش شوربه فحطيت المكعب استكفيت بالمكعب المرق بتاعي. هحط بقى كده معايا الميه بتاعتي غلت، هحط بقى في مقدار الميه بتاعتي. الرز البسمتي بيحتاج ميه كتير شويه اهو، بتحطي بقى المقدار بتاع الميه بتاعتك زي ما انت عاوزه مقدار الميه بتاعتك، بس الرز البسمتي عامه بيحتاج ميه كتير. يعني كوبايتين الرز البسمتي عليهم 4 كوبايات ميه عايري كده بس انا بالويم، يعني عارفه الرز بتاعي بياخد ميه قد ايه.
اهو هنحطه بقى لغايه ما يغلى ويتشرب، واول ما يغلى هدوق الميه بتاعته واشوف الحدق بتاعه معايا مظبوط ولا لا، علشان انا ما حطيتش ملح. هنستكفيت بالمكعب المرق والبهارات بتاعه الكبسه اللي انا بجيبها من عند العطار او بتاعه الرز البسمتي عامه، بيبقى فيها ملح برضو. فانا هسيبه لغايه ما يغلي وهدوق الحدق بتاعه، واول ما يتشرب هروح موطيه عليه. ادي طريقه الرز سهله خالص وبسيطه ما فيهاش اي حاجه. هرجع لكم بقى التاني واحنا بنعمل الفراخ بتاعتنا، نقليها كده ونخلص بقى الشكل النهائي بتاع الوصفه بتاعتنا او الطبق بتاعنا النهائي. رجعنا لكم تاني واحنا هنجهز بقى الفراخ بتاعتنا. احنا حطيناها في الفريزر بالشكل بتاعكم ده، تشمع بس شويه كده لغايه ما تجمد. هنعمل بقى معانا هنا طاسه على النار فيها كميه زيت محترمه، يعني معلش هي بتاخد كميه زيت شويه بس بتديلي في الاخر نتيجه جميله. الزيت بتاعي هيبقى وسط، ما يبقاش سخن، يعني اول ما يسخن بنوطي عليه علشان الفراخ بتاعتنا تاخد القرمشه وتاخد اللون الحلو. انا هحط الفراخ بتاعتي اهو، هسمي انا عليت لغايه ما النار الزيت سخن، وهروح موطيه عليه. هروح حاطه اهو على نار متوسطه، احمر الفراخ بتاعتي على نار متوسطه، وما تكتريش في الطاسه بتاعتك عشان يعتبر الفراخ طالعه من الفريزر، فهي هتبرد الزيت معاكي. هنحطها كده ونوطي عليها بقى ب5 دقايق هنا و5 دقايق على الجنب التاني. نقلي واحده واحده كده وهوريلكم الدرجه بتاعتها كده اما نيجي نقليها في نص القليه كده، هوريكم شكلها بيبقى عامل ازاي. واهم حاجه ما نطلعهاش على مناديل المطبخ عشان ما تفضلش، عشان ما تبقاش طريه. هتطلع على مصفى تكون سلك وتحتها طبق ونوقفها كده عشان تبقى مقرمشه. هوريكم الدرجه بتاعتها وهوريكم بقى الشكل النهائي اما نخلص. شوفوا بقى، شوفوا اللون بتاعي الحلو ده، انا عاوزاه بس انا موطيه عليها بقى لغايه ما تستوي. متقعديش تقلبي فيها كتير عشان الكفر الخارجي اللي عليها ما يطلعش. شوفوا هوريكم واحده اهي، شوفوا عامله ازاي، جميله جدا اهي. هسيبها بقى عشان تستوي براحتها علشان ما تبقاش من جوه، من بره خدت اللون ومن بره، من جوه لسه ما استوتش. اهو زي ما قلت لكم مجهزه معايا هنا طبق ومصفى هي سلك عشان احط فيها الستريبس بتاعي يصطفى، عشان ما يبقاش طلعه على مناديل. اي حاجه عاوزاها تبقى مقرمشه ما تطلعهاش على مناديل، طلعها على مصفى سلك كده وتحتها طبق الزيت بتاعها يصفى عشان تتهوى كده ما تبقاش معجنه من المناديل. هخلص بقى الكميه بتاعتي دي وهرجع لكم بقى بالشكل النهائي ان شاء الله، وهتحبوها وجربوها بالطريقه بتاعتنا دي هتعجبكم جدا. وما بتشربش زيت ولا حاجه عشان النشا اللي احنا حاطينه، هي كميه زيت حلوه بس مش هتشرب معاكي زيت، يعني ممكن تخليه تقلبوه كمان مره او اتنين نفس التجربه ده، او تقلبوه بنات. ارجع لكم بقى لما نخلص. خلصنا معاكم الوصفة بتاعتنا الجميلة اللي عيالك كلها هيحبوها، وبحاجات بسيطة وسهلة في بيتك، احسن ما تطلعي تشتريها من بره. ومعانا الكاتشب برضو اللي احنا عاملينه، عاوزين تعملوها سندوتشات اعملوها، عاوزين تعملوا معاها شوية رز بسمتي او الرز اللي هو بيتباع في المطاعم اللي اسمه الرز الريزو، اعملي ده او اعملي ده براحتك. هوريكم بقى السوا بتاعها شكله عامل ازاي. الفراخ بتاعتي مقرمشة من بره، سامعين؟ مقرمشه من بره واستوت من جوه معانا اهي. شوفوا بيضه وحلوه والقرمشه بتاعتها طعمها جميل. يا ريت الفيديوهات بتاعتنا دي تكون بتنال اعجابكم، ويا ريت احنا نكون عند حسن ظنكم دايما. احنا بنحب نقدم لكم الحاجات الجديده والوصفات اللي انت ممكن تعمليها في بيتك احسن ما انت تقدري تشتريها من بره. الفراخ الستريبس ده بتروح تشتري كيس بالشيء الفلاني، انت ممكن تعمليها عندك في البيت. والكاتشب احنا عاملينه عندنا في البيت، كل حاجه موجوده عندنا في البيت نعملها لعيالنا، هيحبوا الحاجات اللي احنا بنعملها. هتبقى منها اللي انت صحية واكلت وعرفت اللي انت اكلت عيالك او اكلت نفسك حاجات صحية. يا ريت الفيديوهات بتاعتنا كلها تكون بتنال اعجابكم ونكون عند حسن ظنكم دايما. وانا نفسي برضو تعملوا الطريقه بتاعتي دي والحاجات اللي احنا بنعملها دي وتعملوها لنا وتكتبي لي في الكومنتات يا ريت الطريقه بتاعتنا دي عجبتكم ولا ما عجبتكوش. مع السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.